في كل مرة أحضر الفراولة بهذه الطريقة. الجميع يسألني عن السر. ابدأ بتقطيع 200 غرام من الفراولة الناضجة وضعها جانباً. اقطع 160 غراما من شوكولاتة الحليب إلى قطع صغيرة على لوح التقطيع. أضف 3 شرائح من العجين المورق باف بيستري. ضع على كل شريحة 3 ملاعق صغيرة من مربى القرفة ووزعه جيداً. أضف شرائح الفراولة فوق المربى، ثم أضف قطع الشوكولاتة التي جهزناها. أطوي شرائح العجين تماماً كما أفعل. انقل القطعة إلى صينية خبز كبيرة غير لاصقة. اصنع شقوقاً خفيفة على سطح كل قطعة. في وعاء صغير أضف صفار بيضة واحدة وملعقة كبيرة من الكريمة السائلة وأمزجهما جيداً. ادهن به السطح بالكامل. أدخلها إلى فرن ساخن بدرجة 180 درجة مئوية 350 درجة فahrenheit لمدة 30 دقيقة. وأخيراً رش السكر البودرة حسب الرغبة. الوصفة جاهزة. استمتع بالطعم ونلتقي في الوصفة القادمة.